ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حبايبي، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. كل عام وانتم بخير. انا جاي لي سؤالين والسؤالين قريبين من بعض. اول سؤال، واحده بتقول لي البط عندي بقاله شهرين واكلته ضعيفه عن الاول. هقول لك يا حبيبتي، البط طالما بالطريقه دي لا حاجه من الاثنين، لا عنده برد، لا عنده اسهال. هتقولي لي ما عندوش اسهال، هقول لك خلاص ماشي، يبقى عنده برد. البرد هنعمله خلطه توم بصل خل ليمون. خلاص، دي يوم بعد يوم. لو في اسهال بنديله برشامه انتينال الصبح وبالليل لمده 3 ايام. خلاص كده خلصنا من ده كله. هنعمل له الخلطه الاساسيه اللي انا هقول لكم عليها دلوقتي. ده بالنسبه للبط اللي هو منع الاكل. هتحطي معلقتين شيح لو مفيش اسهال ومفيش برد وقطع الاكل. بعد 3 ايام اما تدي العلاج ده هتحطي على كل كيلو اكل معلقتين شيح بوجبه الصبح. الشيح مطهر معوي، قاتل للديدان، قاتل لعلق الامعاء. الشيح يا جماعه اساسي للبط لان بياخد خضار كتير وكده فبيربي علق، وللفراخ برضو بتربي علق في الامعاء. بالنسبه للسؤال الثاني، واحده بتقول لي عندي البط ميزانه 2 كيلو وما بيزيدش عن كده، مفيش اسهال. برضو نفس النظام، عالج الاسهال الاول. مفيش اسهال، انزلي بفلاجين الصبح لمده 3 ايام. سقوه الصبح دي اساسيه يا جماعه، ووجبه الصبح اساسيه. انزلي بفلاجين ومعلقتين شيح على الاكل على كل وجبه. الشيح مطهر معوي وقاتل لديدان الامعاء وبيساعد الحاجه ان هي تاكل وبتزيد معاكي. تعالي بقى اقول لك على الخلطه للسؤالين. الخلطه 10 كيلو علف، 10 كيلو علف، 10 كيلو عيش مدقوق عيش مطحون، 5 كيلو ذره، 5 كيلو حته فول، نص ورقه ملح، 4 معالق شطه، ب5 جنيه بودره بلاط. قلبي الحاجات دي كلها على بعضها، ممنوع الخضار خالص، واكلي الطيور بتاعتك وقولوا لي على النتيجه ايه. وما تنسونيش في الدعاء، ان الدعاء الدعاء الدعاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.